كلام حضرتك ده واروح للدكتور مظهر. دكتور مظهر شاهين، يعني دكتور، اولا انت بتتوافق على وجهة نظر بتاع دكتور هاني، ولا عندك اسباب اخرى كمان تحب تضيفها على ما يحدث، مرجعية لما يحدث الان يعني؟ هو انا بتفق معاه في هذه الجزئيه كليه، بالاضافه الى ان احنا بالفعل عندنا مشاكل اسلاميه مسيحيه، وعندنا ايادي مش شرط تكون خارجيه. يعني انا لازم احط سؤال في الاول: من المستفيد من ضرب مصر؟ لان اللي بيحصل ده هو ضرب لمصر، له المسلم وله المسيحي. هو ضرب للوحده، يبقى ضرب في الصميم، ضرب في مصر اقتصاديا واجتماعيا. والسلام الاجتماعي بالنسبه لنا احنا اهم بكتير من السلام الاقتصادي، لان انا النهارده لو انا جوه مفكك اجتماعيا مش هقدر لا يجي لي مستثمرين ولا. فبالتالي الضرب الاجتماعي هو ضرب اقتصادي، هو ضرب سياسي، هو ضرب علاقات دول ببعضها، هو ضرب. فديت او ده هي اخطر نقطه لمن يريد لمصر الا تنهض: الضرب الاجتماعي. لو انا سالت سؤال من المستفيد، هلاقي بداهه المستفيد امامي هم اعداء الوطن. طب من هم اعداء الوطن النهارده؟ اعداء الوطن هم من الداخل فقط ولا من الداخل والخارج؟ الدكتور هاني بيرفض نظريه المؤامره اللي انا فاهمه من كلامه امبارح والنهارده. مش عاوز يقول ان في ناس من بره مصر برضه يعني متدخله في الموضوع. انا مش متفق معاه في النقطه ديت. هو وارد. هو وارد، انا كلامي انه وارد ان يكون في حاجه زي كده، بس انا انت مركز على جوه وانا معاك في دي. انا معاك في دي، لكن اللي بره اللي بره دوت لو ما لقاش جوه حد بيسانده، حد بيشتغل وبيبقى ايديه في تنفيذ العمل التآمري دوت. حلو. يبقى احنا متفقين. يبقى احنا متفقين ان انا عندي الاول اللي العدو اللي بيعمل كده هو عدو لمصر. من الداخل انا متفق مع الدكتور هاني في الكلام ده، ومن الخارج. المشكله في المظاهرات النهارده مثلا ماشي مظاهره فيها 10,000 مسيحي اخوان لينا زي اللي حصل امبارح، بيقودهم واحد. الواحد ده المشكله كلها في الواحد ده. هو مين الواحد ده؟ الواحد ده ممكن يكون مأجور، ممكن يكون عميل، وممكن يكون وطني، ممكن يكون كذا. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الواحد ده لو بيهتف عاش الهلال مع الصليب، ال10,000 هيقولوا عاش الهلال مع الصليب. ولو بيهتف الصحافه فين الاقباطهم، هيقولوا ورا منه الصحافه فين الاقباطهم. الخطوره كلها مش في العدد ده، في القياده، في الرأس، في القياده. انا مره كنت في مظاهره زمان في ايام حيدر بتاع وليمه الاعشاب البحر، وانا في جامعه الازهر. كنت من اللي تسببوا في مصادرتها. انا دخلت قدرا المظاهره. انا كنت رايح اقبض من الاوقاف مدينه نصر الصراحه يعني، وبعدين طلع لابس العمه والكاكوله، فالطلبه شافوا واحد معمم قالوا ده بس ده رمز الاسلام، حملوني على اكتافهم ومشيوا، ومشيت معاهم. ثم اكتشفت بعد كده ان اللي كان حاملني ومسخن الدنيا كلها لما رحت امن الدوله لقيته هو امين شرطه على مكتب في امن الدوله، وهو اللي كان حاملني. اجيب ده عشان يبقى صيده لا سهله. اجيبه بقى ليه؟ عشان لما يمشي هو حاملني هيمشي الناحيه دي، هم كلهم يمشوا الناحيه دي. مظبوط. بقى ياخدنا يعني ويمشينا في الاماكن اللي هو مش عاوزنا، اللي هو عاوزنا نمشي فيها، نبعد عن الاماكن الحساسه ونمشي في الاماكن الفاضيه. انا برضو ملاحظ في كلام حضرتك انه كنت تقفزوا على بعض النقاط او بس انا لسه ما كملتش الاسباب. لو تسمح لي كمان يعني ان احنا مش عاوزين ننكر ان في مشاكل اسلاميه مسيحيه. هو ده مش عاوزين ننكر ده. بتيجي منين المشاكل دي؟ بتيجي من بعض الناس اللي ممكن يكون مش فاهم او ما عندوش وعي لخطورة التصريحات. انا عندي النهاردة عامل زي ما يكون حدفت طوبة في قلب بحر، فالدنيا هاجت في بعضها. في ناس بقالها 30 سنة ما اتكلمتش في السياسة، والسياسة ممارسة. النهاردة في ظل الحرية بيطلع يتكلم. الكلام ده ممكن يلخبط الجو او يعكر صفو الدنيا كلها. عندي مشكلة كاميليا شحاتة وظهورها في اليوم ده، ويوم ما ظهر كاميليا شحاتة عشان نحل مشكلة بين مسلمين وبين مسيحيين تظهر لنا مشكلة مشابهة لمشكلة كاميليا شحاتة، وكأن اللي بيشتغل عارف ان المنطقة دي بس هي المنطقة اللي ممكن تهيج الدنيا على بعضها. انا كمسلم لن اقبل ان تكون واحدة مسيحية مسلمة تقبض عليها او تدخل او تحبس في الكنيسة، وهو كمسيحي ممكن عنده حساسية من حتة ان تكون مسيحية متجوزة مسلم. اشمعنى المنطقة دي؟ ليه المنطقة دي بالذات؟ ولو المنطقة دي هي سبب منطقة الخراب أو هي سبب منطقة الفتنة، إزاي نحلها مع بعض؟ طب ما نقعد مع بعض مسلمين ومسيحيين كقيادات
نقعد نشوف المنطقه ديت نتفق عليها ازاي، نبقى في بروتوكول بيننا يتفق عليه بين القيادات. انا كمان ملاحظ ان القيادات المسيحيه الاسلاميه اللي المفروض هي معنيه بالحديث في المشكله دي ما بتتكلمش. ده انا بتكلم كداعيه اسلامي، الدكتور هاني بيتكلم كناشط قبطي. بنتكلم احنا بس، طب اللي فوقنا فين؟ ما انا لازم يطلع يتكلم. ده انا اسمح لي اكون صريح النهارده، احنا مش جايين نطبطب، احنا جايين نحل مشكله وعاوزين نحط ايدينا على الجرح. ده المطلوب. احنا مع اولادنا اللي تحت دول واخواتنا دول معاهم. انا امبارح عربيتي واقفه قدام التلفزيون وعليها لوجو قناه الرحمه. اللوجو ده يعني رمز سلفي. انا وانا فوق في التلفزيون قلت بس تبقى ولعت تحت، نزلت لقيتها سليمه واللي واقفين حواليها. ومش كده وبس، وتصرفوا وسلموا عليا وخدوني طلعوني لحد بره، وكان الدكتور هاني معايا. الكلام ده الساعه 2 صباحا. اسلاك شايكه، شالوا السلك الشايك ووصلوني لحد بره، وانا الشيخ مظهر وهم عارفين ان انا الشيخ مظهر، والعربيه عليها لوجو قناه الرحمه. الله، يعني ما هيش سلفيه مسيحيه زي ما الناس بتقول، ده هم عارفين انها سلفيه. العربيه عليها لوجو الرحمه، يعني عربيه ناس سلفيين همت، وهم ما يعرفوش ان انا مظهر الازهري. كان المفروض ولعوا فيها. لو سلفيه اسلاميه كانوا ولعوا في العربيه دي. طيب انا ليه قابلوني؟ اكمل جمله واحده بعد اذنك. حضرتك قلت اسباب، قابلوني بالحضن. حضرتك قلت سببين، كان عندك سبب ثالث اللي هو ان احنا يعني حضرتك قلت ان في مؤامره خارجيه وداخليه وقلت كمان انه في مشاكل حقيقيه ما بين المسلمين والمسيحيين، على سبيل المثال مثلا اسلام بعض المسيحيات او المسيحيين، وده بيسبب حساسيه عند الاخوه المسيحيين. نتفق. لابد ان يكون هناك اتفاق على ايه اللي ممكن نتخذه من خطوات ازاء مثل هذه الحالات. بالظبط. في اسباب اخرى، واعتقد ان الاخوه المسيحيين كقياده وكمسيحيين مش هيعترضوا على ما يقوله ديننا نحو هذه القضيه. طيب. واحنا لن نعترض عليهم اذا كان عندهم راي يخالف. هنتكلم معاهم. احنا معانا فاصل، هنروح نتابع مع بعض ونرجع نكمل حوارنا مره ثانيه.